مساء الخير عليكم واهلا ومرحبا بكم. اليوم عندنا مقارون بالبيشاميل والفرماج والدجاج. يعني طبخة سريعة جدا، توجدها في نص ساعة وتجيك بنينة، والدراري كامل رانا عارفين يحبوا الفرماج. بهذه الطريقة راحين نشوفوا مع بعضنا الطبق كيفاه راحين نخدمه. هنا راح نحطوا المقارونة في الماء يغلي، نصبوها باه تغلي جست فقط هكا يدخلها شويه طياب، ما نخليوهاش حتى تذوب، يعني جست يدخلها طياب ونطفيو عليها باسكو راح تطيب في البشاميل من بعد. هنا نروحوا للعمارة تاعنا اللي لازم كيما قلنا هنا نملحوها قبل، ملحوا المقارونه شويه ونكونوا عن بالنا بلي راح نحطوا فرماج، يعني نكونوا واخدين حذرنا من الملح. نجيب هنا شوية بصلة متوسطة، 6 سنة تاع الثوم، نقليوهم مع بعضهم هنا حتى يذوبوا يدبالوا خلاص. هم هنا نقليو فيهم حتى يدبالوا. واش نزيدوا لهم؟ كما قلنا راح نزيدوا لهم شوية تاع الملح، هي شوية تاع الملح. كما قلت لكم مقارونه هذه سريعه، يعني نزيدوا شويه تاع الملح ونزيدوا السكالوب تاعنا ولا دجاج قطعناه يعني مربعات صغيره هكا، ونقليه كيف كيف مع البصل والثوم. كما قلنا نقليوهم مليح، او هنا قليناهم مليح. هنا راح نحطوا شويه تاع الفلفل الاسود ونقليو كامل مع بعضها حتى يعني يطيب لنا هذاك السكالوب تاعنا. كنقليو مليح مليح. هنا بعد ما كما قلنا تقلاو لنا مليح، راهم راكم تشوفوا واش نزيدو كاس تاع هذاك الماء اللي غلت فيه المقارونه، كاس ولا كاس ونص هكا، ونخليو السكالوب تاعنا يطيب لنا هكا، يعني باه ما يجيناش يابس فقط قليناه في الزيت. هنا كيفاه. كما قلنا نقليوهم يطيبوا، نخليوهم يطيبوا مليح. ومن بعد واش رايحين نعملوا؟ رايحين نجيبوا هنا شوفوا كيفاه، يعني طاب لنا السكالوب تاعنا سي بون. واش نديرو هنا؟ انا درت البيشاميل جاهز، يعني اللي يحب يعمل بيشاميل في الدار يعملها. هنا تقريبا 2 كيسان تاع بيشاميل، اهو كيفاه نخلطوا معاهم هكا. هو هذا الجاهز، واذا تحبي تعمليه انت يعني في البيت يجيك اسهل، ولا تعمليه عادي. بصح انا قلت لكم كي تعودي هكا مزروبه هذا هو اللي يسلك. بعد ما حطينا البيشاميل نزيدوا نلوحوا عليه المقارونه هذيك اللي كنا صفيناها من الماء، نلوحاها على البيشاميل والخلطه هذه هي، ونحركوا كيما هكا حتى يدخل هكا يمتص شويه تاع البيشاميل. وهنا الفرماج كيما تحبي تحطي، تحبي تكتري، تحبي جست كل واحد وش يحب، يعني الذوق نتاعو. هنا حركناها البيشاميل كيما قلت لكم. هنا البيشاميل ما كترتش، نحبوها جست يعني ما تبانش فيها البيشاميل بزاف. هاي هنا نحركوا كيما قلنا كيما هكا. وواش نزيدو الفرماج طبعا. الفرماج انتي واش تحبي تكتري، يعني هكا. انا هنا عملت يعني باطه تاع فرماج. ومع السخانه من بعد نجيبو هنا البلاطو تاعنا اللي يدخل الكوشه، ندهنوه بالزبده ونفرغوا هذاك الخليط عليه هكذا، نفرغوه عليه.
هنا حطيت الفرماج تاع الهمبرجر. اللي ما يحبش ما يحطوش، يزيد له بنه هكا شويه تاع الفرماج هذاك. والفرماج رابيه هو لازم كيما قلنا، كيف كيف واش كاين عندك هذاك هو حطيه. كيما قلنا هذاك الفرماج حطيته من فوق ستفتو وزدت عليه فرماج رابي. انا حطيت هذا الفرماج، هذه الطبقه شويه تاع الفرماج جست ما دابت شويه، زدت خرجت البلاطو حطيت طبقه اخرى باش يكون مغلف فرماج. هذا هو. ندخلوا الكوشة 160 درجة حتى تقراتينا. ها هو كيفاه كيما قلت لكم وجد القراتان تاعنا تاع المقارون والبيشاميل. نبدا دركا نقص فيه حسب العائله. ها هي كيفاه. كيما قلت لكم على السهوليه تاعو فقط ليه توجديه. هذا هو كي تحير لك ولا هذا هو الطبق اللي يوجد لك ليه. ها هنا القطعه تاع البيشاميل تاعنا تاع المقارون البيشاميل كما قلنا. ها هنا الكراتان تاعنا تاع المقارون البيشاميل والدجاج ها واجد. ان شاء الله يعجبكم الطبق، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.